شاب سوري لفت أنظار الجميع في بطولة الأكاديميات العربية الأفرو آسيوية التي استضافتها قطر مؤخراً. أكاديمية الملكي تستثمر في المواهب الشابة. أحمد الحافي لقب أفضل لاعب في البطولة الأفرو آسيوية. اللاعب أحمد الحافي موهبة سورية ناشئة يتألق في البطولة الأفرو آسيوية. أحمد مصطفى الحافي لاعب سوري ناشئ لفتتني موهبته، ويستحق أن نروي لكم قصته الملهمة من بداياته الواعدة في كرة القدم وحتى تألقه الملحوظ في البطولة الأفرو آسيوية. بدأت موهبته ترى النور عندما لاحظ أصدقائه وأهل الحي شغفه بكرة القدم، ورأى والده إمكاناته العالية وموهبته الكروية فقرر دعمه حتى يحقق شغفه. بدأت مسيرته الكروية عام 2016، وبعدها انضم لأكاديمية فارس الشام عام 2017 ليحقق مع فريقه العديد من البطولات، بعدما تلقى دعما هائلا من مدير الأكاديمية ومدرب الفئات العمرية، منها بطولة دمشق عام 2018 للفئات العمرية. انتقل عام 2019 إلى نادي الوحدة الدمشقي، واستمر في تطوير مهاراته تحت إشراف مدربين مميزين، مما فتح الباب أمامه للانضمام إلى منتخب دمشق. شهدت مسيرته الكروية انطلاقة ناجحة عام 2023، حيث تمت دعوته للانضمام لمنتخب دمشق لمواليد 2008-2009، ورغم اضطراره للتغيب لأداء الامتحانات نجح وحصل على الشهادة الإعدادية بتفوق، ليعود بقوة مع فريقه ويشارك في مباريات الدوري المحلي. وفي أواخر أغسطس دعي للمشاركة في بطولة الأكاديميات العربية مع أكاديمية ليو العراقية، وقاد فريقه للفوز بالمركز الثاني وتوج بجائزة أفضل لاعب في فئته العمرية. ثم تلقى دعوة من نادي الريان القطري لتطوير مهاراته بفترة تعايش تحت إشراف مدرب إسباني مميز، ثم دعي للانضمام إلى منتخب سوريا للناشئين. أحببت قصة أحمد لكونه قصة نجاح وإصرار من بلدنا. تمنياتي له بالمزيد من النجاح والتألق في مسيرته الرياضية. هذا الفيديو بمثابة دعم بسيط. بانتظار نجاحاتك صديقي أحمد، استمر بالاجتهاد على كافة الأصعدة لتصبح قدوة لمن حولك. لنتحدث عنك دوما ونقول فعلها رونالدو سوريا. وأنتم يا أصدقاء أخبرونا عن مواهب شابة من حولكم تستحق أن تروى قصصهم.